السلام عليكم زينات، ان شاء الله راكم كامل في صحه جيده. مرحبا بكم في هاد لا نوفال فيديو اللي نتمنى تلقاكم وانتم في احسن الاحوال. قبل ما نبداو في مرحله كور وطن العبر، على بالي كاين بزاف منكم اللي راهم ديجا بداو فيها. اللي حبيت نشارك معكم هاد لا فيديو فيها بزاف افكار وصفات شابين بزاف. وشوفوا البنه يعني كما والفتوا معايا كي تكون وصفات فيهم بنه وبنان واللي انا نقتنع بهم باللي بنان صح بنان نشاركهم معكم. مي سينو نهار اللي غير نخلط ونخلط راني ما نشاركش معكم. وحبيت نجاوب واحد الفئه تاع الناس اللي كي تحطي طاوله هكا وتمدي افكار. يعني هاد القناه راهي للافكار، الوصفات، الروتينات. هذا هو الهدف تاعها. يجيو يكتبوا لك هاد الماكله كامل تاكليها. سورتو هذيك اللي كتبت لي ربي يرفد عليك النعمه. شوفي يا اختي، انا ديجا ما درت معك حتى ذنب وما درت معك حتى عيب باش تدعي عليا، لذلك هذيك الدعوه اللي دعيتيها رايحه تولي لك ليك للاسف. وما نقول لك الا حاجه واحده اللي هي حسبي الله ونعم الوكيل. اي وحده تكتب تعليق سلبي كسوا عندي ولا عند انسانه واحده اخرى، ديري في بالك بلي هاد الانسانه اللي راكي تكتبي لها التعليق وهاد الانسانه اللي راكي تسمعي في الصوت نتاعها هي انسانه كيفها كيفك، بشر عاديه، عندها قلب، عندها احاسيس، عندها مشاعر. كيف انت كتبتي هذاك التعليق ورحتي، بصح هي راها قراته وصا ديبون كيفاش قراته. كل وحده راه عندها غبينتها في قلبها، وكل وحده راه عندها ما يكفيها من الهم باش تجي نتيا تزيدي لها بهذاك التعليق تجرحيها. اي ديري في بالك بلي رحنا في شهر عظيم، وشهر رمضان يعني شهر الرحمه. ديري في بالك بلي هذيك الانسانه كي تقرا هذاك التعليق ترفد عينها للسما وتقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. اما لا، خمي قبل ما تكتبي اي تعليق جارح، خمي مليح مليح واش راكي رايحه تكتبي تعليق. الا ما عجبكش الفيديو، ما قدرتيش تشوفي الفيديو، ما قدرتيش تسمعي الصوت نتاعي، ولا ما قدرتيش تشوفي طاوله باهظه الثمن، باسكو انا راني نحط صوالح باهظه الثمن، راني نحط لكم حاجات عاديه، ما قدرتيش تشوفيهم اخرجي من لا فيديو وخلاص بلا ما تكتبي لي تعليق يجرحني. هذه فقط حبيت نمد يعني نوه لهاد الحاجه. وما حبيتش نهضر عليها، مي الله غالب كثرتوا يعني كثرتوا على مصاكم هذه. وبالنسبه للاخوات اللي راهم يكتبوا لي تعليقات وكي راني نقول لكم السلام عليكم الزينات، راني مع الزينات. الزينات زين القلب وزين الاخلاق وزين التربيه والكلام الحلو، هذوك ما ننساهمش ابدا، ما ننساهمش. راني حافظتكم وحده بوحده، كامل نقرا تعليقاتكم وحده بوحده. يعطيكم الصحة وفي ميزان الحسنات. وربي يحفظكم ليا ان شاء الله، وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي في هذه العواشر يا رب العالمين. وانتم تاني ما تنساونيش في دعائكم بيان سور. ديما نفكركم ادعيوا لي حد دعوه مليحه، كل وحده تدعي لي لعل وعسى تكون وحده فيكم اقرب مني الى الله وتكون هذيك الدعوه تاعها تفوت وتكون صادقه. الوغ البنات اليوم قلت لكم المنيو راح يكون شباب بزاف. كنتو شفتو كنت درت الشربه ما حبيتش نحكي عليها، حبيت نحطها برك باسكو راني شاركتها معكم اكثر من مره. اليوم راح ندير شوربه، يعني الزوج الكريم توحم لي على الشوربه. درتها هي الاولى تصفر، وهنا حبيت نخدم لافاخس تاع بوراك العجين. شوفوا اليوم راح نخدم البوراك تاع العجين. واش نقول لكم يا ناس العاصمه على البنات تاع بوراك العجين، ما تامنوش. شوفوا راني فطرت ودرت المونتاج لا فيديو، وانا كل مره نمشي نفد ديك الحبه وناكلهم باسكو درت اليوم كونتيتي مليحه. شوفوا درت هنايا حبه تاع بصل كنت سكرفشتها، زدت عليها شويه ملح والزيت، قليتها، زدت عليها الكفته درت لها غير فلفل احمر وفلفل الكحل والملح وقليتها هكذا. تبقاو تقليو فيها حتى تتشحر لكم مليح، لازم تفتوها مليح. ولهنا مشيت نخدم العجينه تاع البوراك تاع العجين. درت 3 كيلات نتاع فارينه، راح نخدم غير بالكاس تاع لاتاي بتجيني كميه قليله هكذاك وتجيكم ما شاء الله، يعني قريب 15 الحبه تاع هذاك البوراك. درت قريصه ملح حسب الرغبه، ودرت وحده صاشي كامله تاع خميره الحلويات. وهنايا هذاك الكاس اللي كيلت به درت 3 فارينه، راح ندير به نص كاس تاع السمن يكون دايب وبارد. واللي ما تحبش ديري السمن تقدري ديري الزيت، يعني غير كيف مي السمن يجي بزاف شباب، وهي اصلا الوصفه الاصليه تاع بوراك العجين يجي بالسمن. وهذاك السمن كي تحطوه بسوه مليح، يعني كما اللي نديروا الحلويات التقليديه كما يعني الكعكعات والشارك والنقاش القريوش، بسو مليح. ولهنا من بعد ما تبسوه راح تجيبوا الماء، ما يكونش دافي وما يكونش سخون ما يكونش بارد، يعني ماء فاتر تلموا به العجينه باش ما تخمر لكمش، يعني راح نخليوها ترتاح. وهذيك الخماره اللي درناها دوك تقولوا لي كيفاش هذه ما تخمرش، انت دايره خماره. الخماره اللي درناها راح تعطينا طراوه وتعطينا قرمشه، وفي المقله كي نرميو الحبه في المقله تنتفخ. هذا ما كان، يعني هذا هو الدور تاع هذيك الخماره. ميسينو تلموها غير بالماء يكون فاتر، تبقاو تفرغوا غير هكا بالكميه قليله. يعني انا راح ندير تقريبا هذاك الكاس خليت منه غير واحد الجغيمه، يعني تقريبا كاس
كومبلي. مي سينو نتوما كبوا غير بشويه، ما تفرغوش ضربه واحده باش ما يجيكمش ما تجيكمش العجينه جاريه شغل طالقه روحها. العجينه تاع البوراك هذه كما يعني كما الوصفات هذوك التقليديه، العجينه غير تبدا تلم روحها، تحبسوا ما تزيدوش الماء. من بعد راح تدلكوها يعني باش هذاك السمن يتخلط مليح مع الفارينه وتولي هذيك عجينه طريه كما راكم تشوفوا فيها. من بعد ما لميتها دلكتها ولميتها، راح نحطها في ساشي ونخليها تريح تقريبا ساعه ولا ساعه ونص، يعني عندكم الاختيار. هنا رحت نخدم دوزيام بلا. اليوم دوزيام بلا راح ندير واحد الوصفه رفتها من بينترست ورحت نجربها. لا بروميير فوا راح نجربها يعني باش ما نكذبش عليكم. ما هي جات بنينه، هي صح فيك شغل في الشكل ما جاتش كما اللي شفتها انا، يعني ماشي كما اللي تمنيتها انا، مي جات فريمون بنينه بنينه. يعني تقدروا تجربوها البنات، راني يعني ناكد لكم على البنه. جبت لهنايا صدر تاع الدجاج، قطعته كما هكذا شرائح كما راكم تشوفوا. حاولوا ما ترقوهمش بزاف باش نعاودوا نضربوهم يعني نضربوهم بكاش حاجه. المهم انا راح نجيب غير هاد الورق الصغير نضربهم، درت ساشي تحتهم وساشي فوقهم، وتحاولوا هكا تضربوا فيهم باش هذاك يعني صدر الدجاج هذوك الشرائح شغل يعاودوا يوسعوا، يعني هما يكونوا ضيقين، راح ترقاق الحبه او ميم طون راح توسع. تقعدوا هكا تضربوا فيهم، ضربوهم للعرض كما راكم تشوفوا. وصفه بزاف سهله، وعلى بالي بلي شغل صاي بدينا نعياو من التخمام تاع دوزيام بلا، بدينا مرحله كور وتر العور باش نعاودوا نبداو في مرحله الحلويات. دونك كيفي هذه وصفه بزاف شابه، ما تشد لكمش الوقت وسهله شغل سهله، خدميها في دقائق. هنايا شوفوا بعد ما شرحتهم كما راكم تشوفوا هكذاك، هنا راح نتبل ندير لهم التتبيله اللي راح نخلطهم بها. درت تقريبا 4 ولا 5 ملاعق تاع زيت، نص حبه تاع ليم عصرتها كامل، شويه سكنجبير، شويه فلفل كحل وتوابل التندوري والملح بيان سور. كانت واحد الاخت سقساتني على توابل تندوري، هنا راح ندير شويه تاع طوماط كونسونطري تانيك. كانت سقساتني على توابل تندوري، شويه هي خليط من توابل هنديه باكستانيه باسكو عندهم نفس يعني تقريبا نفس المطبخ، ويجيو يعني تقدروا ديروهم مع الدجاج مع الحوت مع اللحم. ما هي زعما تقريبا الوصفه يعني تاع التندوري، التوابل هذوك يجيو يمشيو بزاف مع الدجاج. اي وصفه تاع الدجاج تكونوا ماشيين ديروها، ديروا معها هذوك توابل تندوري، وانا شيتهم من المحلات. سينو تقدروا تشريوهم من عند العطار عادي. هنا حطيت هذوك الشرائح تاع الدجاج وتبلتهم مليح مليح، نعاود نغطيهم بالبابي فيلم. تقدروا ديروهم على بكري، تبلوهم وخليوهم يشربوا هذيك التتبيله تاعهم. هنا كانت الشوربه تاعي طابت، نروح نصفيها. كنت حطيت هذيك الطوماطيش والبصله مصوره كما والفتوا معايا باش من بعد غير نصفي، ما راحش نطحن يعني الشوربه على بالكم باللي ما نطحنوهاش، باش غير نصفي. الوغ هنا تلقاو هذيك الطوماطيش البصله تلقاوها مصف يعني تلقاوها واجده. بما ان درنا شغل اللحم قرايط صغار، كان الزوج جاب لي اللحم قرايط صغار ودرت الحمص هكا باش يقعد لنا هذاك البويون تاعهم نقي وصافي. وهذا هنايا راح نصفيو فوق هذيك المرقه. هنا كنت شللت هذاك الحشيش كما شفتوا القزبر، شللته غير بشويه تاع ماء، ومن بعد نحط كسكاس ونحط فيه كامل هذوك الخضره وداك شويه تاع الماء، ونجيب هذيك البريس باتات نعاود نشلل يعني بشويه ماء، نعاود نجيب هذيك البريس باتات ونمرس. هذا مكان يعني هاد الوصفات تمرسوا هكذا باش تهود هذيك العصاره تاع الخضره، او ميم طون هذاك البويون تاع الشوربه ما يجيش خاتر، يعني تجي الشوربه البويون تاعها ما يجيش خاتر بزاف وتجيكم بزاف بنينه. هنا كنت زدت شللت بشويه تاع الماء ونحاول غير نصفي، يعني خلاص كي تنطحن هذيك الخضره ما تزيدوش تطحنوها باش ما تبقاش تهود لكم هذاك الدرداخ تاعها، شغل يهود غير هذيك البويون، يهود كي البويون. هكذا صفيتها كما راكم تشوفوا، ومن بعد راح نحطها على النار دوك حتى من بعد يقرب المغرب ونغليها. انا الشوربه نبغيها مغليه شغل يا ربي ربع ساعه قبل المغرب باش ما يعني باش ما تتغدليش. هنا راح نخدم الخلطه اللي راح نعمر بها هذوك صدور الدجاج. جبت شويه تاع الفرomage ناتور يعني جبن طبيعي، راح نزيد عليه شويه تاع الفرomage شيدار، اي نوع تاع جبن يكون متواجد عندكم تقدروا ديروه، ونقطع عليه شويه تاع المعدنوس. هذا مكان هذه راح نديرها خلطه نفخسي بها هذاك الدجاج، راح تجي بنينه وتجي طريه. هكذا نخلطهم مليح مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد صاي هنا لافخس تاعنا راها واجده تاع هذاك الدجاج. كنت خليته هكذاك تبل يعني خليته شويه. صراحه انا مانيش يعني دي فوا نوري لكم الفيديو ضربه واحده، مي دي فوا نحبس نروح نصلي نقرا شويه قران ومن بعد عاد نعاود نجي نكمل. يعني هاد الصوالح تقدروا توجدوهم على الصباح، ميم لافخس يعني تاع بوراك العجين توجدوها على الصباح، تخليو غير العجينه من بعد تخدموها. الدجاج كي تحبوا تبلوه على الصباح وغطيوه وخليوه، يعني هكا تساعدوا رواحكم باش العشيه يبقاو لك غير روتوشات خفاف. هنايا قلت لكم تجيبوا هذاك صدور الدجاج، تحطوا شويه من هذاك الحشو وتغلقوا عليهم هكا تروليوهم. الوصفه هاي لك راها سهله سهله ماهله.
هكذا راح نواصل كامل نفخسيهم نعمرهم. وكونوا يعني كونوا ذكيين، حطوا لهم يعني كميه مليحه تاع هذاك لافارس. هنا كنت شريت غير هذاك الريسيبيون اللي كان فيه لي زيبيس غير بشويه تاع ما، وحطيته على هذوك يعني صدور الدجاج، كنت حطيتهم في هذاك الصينيه في هذاك المول، وندخلهم للفرن تقريبا 10 دقائق. هذا ما كان ما تكثرون، يعني الفرن تكونوا شاعلينه ديجا سخون. دخلوهم يعني تقريبا 10 دقائق. صدر تاع الدجاج بالخف يطيب، يعني كي ديروه في الفور بالخف يطيب. دخلته للفور يطيب، وهنايا مشيت نجيب العجينه، راح نحلها هكا على سمك شويه رقيق، يعني رقوها شويه باش ما تجيكمش معجنه لداخل. وراح نطبعها اي اونبورت بياس يكون عندكم تطبعوا به، يعني الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه. انا درتها بهذا لومبورت بياس يجي شويه متوسط. من بعد راح نحطهم على جهه، ونحاول نعاود نزيد نضغط عليهم هكا باش تجيني ديك العجينه رقيقه. وهنايا البنات شوفوا الحشو كان ديجا برد. كنت سلقت 2 حبات بيض، ربيتهم كما شفتوا، وزدت شويه تاع فخوماج شيدا باش تجيني هذيك لافارس لداخل مسمخه شابه، يعني كي يذوب هذاك الفخوماج تجي شغل ما تجيش ناشفه هذيك لافارس. خلطتهم مليح مليح، وراح نعمر بهم البوراك تاعي. شوفوا لهنا كانت العشيه، والسميشه خرجت لنا في العشيه، في النهار كامل الحال مغيم. وهنا ضربت لي السميشه في البلان دو طرافاي. الحق عجبتني، تعجبني الخدمه هكا السميشه ضاربه فيك كنتي تخدمي بليزير. هنا شوفوا تحطوا شويه تاع الحشو وتعاودوا تطويو هذاك يعني البوراك تاعكم، وحاولوا تغلقوا مليح مليح. شوفوا العجينه فيها السمن، يعني ما راحش دردروا الفارينه فوق سطح العمل، وما راحش تلصق لكم. وميم طون كي تلصقوها تلصق لكم، يعني كي تلصقوا العجينه مع العجينه تلصق لكم، مي سينو ما تلصق لكمش في سطح العمل، يعني تخدموا اليز. هاي اللي كنت ترفدوها نورمال، ما تلصق ما والو، يعني ما تخافوش كامل عليها، ما تزيدوش كامل دردروا الفارينه. ديجا الفارينه كي تعاودوا ترشوا سطح العمل بالفارينه، ومن بعد تقليو هذوك الحبات، هذيك الزيت شغل تطلق لكم الكحل بالخف تنحرق لكم. هنا كملت رايحه نحلهم كامل. هنا تفكرت بلي عندي هذاك الوراق صغير نحل به العجينات هادو الصغار. كنت ديجا خدمت زوج من بعد عاد تفكرته. كي تكونوا صايمين وتخدموا، وسيرتو كي نكون نخدم ونصور، دي فوا ننسى بزاف صوالح، يعني هكذا ما نتكاكاش. هكذا راح نكمل كامل نخدمهم. وقلت لكم هاد العجينه يعني الكميه تاع كاس تاع لاتاي تخرج لكم حتى ل 15 حبه، يعني الحجم راكم تشوفوا فيه الحجم متوسط متوسط. سينو اذا درتوهم كبار شويه يخرج لكم حتى ل 10 حبات 11 حبه هكذاك، يعني والحجم تاعهم يجي شباب ويجيو بزاف شابين. لهنا كنت سخنت الزيت، شوفوا غير تسخن هذيك الزيت، عاودوا ديروا لها النار متوسطه، ما تزيدوا لهاش بزاف للنار. وغير تحطوا هكا حبه بقاو ترشوا عليها هكا بالزيت. تقدروا ديروا غير بالحبه، سينو الا شتو روحكم خفاف ديروا غير هكا 3 حبات، وبقاو كل مره يعني ترشوا عليهم هكا الزيت كما راكم تشوفوا هكا باش ينتفخوا وكشغل يتبوقوا. و ميم طون في القلي تاعهم قلت لكم الزيت تكون متوسطه. او ميم طون شغل كي تقليوهم ما تخليهمش حتى يحمروا، يعني يعني العجينه هذه بالخف الطيب، وما تسهوش عليها حتى تحمر. هنا اللون هذا هو الشباب تاعها، يعني كي تشوفوها وصلت لهذا اللون سي بون تحبسوا. لهنا نقعد نقلب فيهم، او ميم طون راح نزيد لهم هكذا حبه. وصدقوني فيهم واحد البنه، قلت لكم انا درتهم كامل هذوك قليتهم وما كليناهمش كامل. من مور الفطور بقيت غير ها وخت على خطر مشينا نفد ديك الحبه شغل تلمو البنه قعدت هكذا في فمي. صدقوني ما شاء الله. وشوفوا هادو هنايا انا كنت نشريهم من المارشي تاع العرب، كتبيعهم واحد السنغاليه هما يسميوهم لي باستيل، يبيعوهم كانوا يعجبوني. كل ما نمشي للمارشي تاع العرب هكذا ندور نشري دوك 2 حبات، ولا يبيعوهم 2.50€. نشري دوك 2 حبات ناكلهم. حتى نهارات شريت حبه وصورتها في التليفون وقلت نمشي نحوس على لاغوسات نخدمها وحدي. كي حوست على لاغوسات خرجت لي كاتبين بوراك العجين. قلت ايوا سبحان الله. سقسيت هذيك جارتي العاصميه قالت لي قالت لي حنا عندنا في العاصمه هاد الوصفه يسموها بوراك العجين، وعطاتني هي لاغوسات. ملي وليت نديرها بنينه بنينه، وديجا صاي استغنيت على هذيك السنغاليه ما وليتش نشريها عليها. الحق حتى هي بنينه، مي الحشو ماشي كما هذا، يعني ماشي كما تاعنا. مي هذا بنين، يعني البنه بنه ما نحكي لكمش. هاد الوصفه غير جربوها لي البنات. هنا مشيت نغلي هذيك الشوربه تاعي، قلت لكم انا حتى تبقى ربع ساعه للاذان عاد باش نغلي الشوربه. درت لها في الاول شويه تاع راس الحانوت، زدت عليها هذيك العقده اللي راكم والفتوا معايا نديرها دائما، العقده اللي كنا خدمناها قبل رمضان. وحطيت كميه تاع الشوربه كان جابها لي الزوج شويه فاخره. ميسيرو نتوما الا لقيتوا هذيك الشوربه اللي تجي يعني الفيرميسال متوسطه ماشي فاخره خدموا بها تجي خير، يعني هذه كي تطيبوها تفخر بزاف. هي بنينه ما تفخر بزاف. نقصت عليها وخليتها تتجمر غير بشويه، يعني وواحد 8 دقائق هكذاك ونطفي عليها. هنا مشيت نخدم هذيك لاصوص اللي راح نرافق بها البولي اللي كنا دخلناه للفرن. درت معلقه تاع فارينه، زدت عليها معلقه تاع زبده، ندوبهم هكذا مع بعض ونزيد عليهم
لا كريم فريش، يعني راح نخدم اون صوص بلونش. بالنسبه لهاد لا صوص بلونش كنتو سقسيتوني المره اللي فاتت البنات، نخدم بها الحلو والمالح. هي تنخدم للحلو، مي سينو المالح معليش، يعني اي كريمه سائله لقيتوها تخدموا بها. مي بوغ الحلو، يعني باش تطلعوها باش تخدموا بها غوصات حلوه، لازم تكون 30% من 30% فما فوق نسبه الماده الدسمه فيها. كنت زدت لهذيك الكريمه السائله شويه ملح، شويه فلفل كحل، وحركتها غير تبدا تغلي. نجيب هذاك الدجاج اللي كان طابلي وراح نحطه في هذيك الكريمه السائله يتجمر شويه. هنا كان هذاك التشيدر كامل، شوفوا كامل داب. قلت ما نضيعهش، نزيده في هذيك الكريمه السائله. جا بزاف بنين، سورتو لا كريم فريش مع هذيك لوغو تاع التشيدر، جا روعه. لهنا شوفوا هادو البوراك العجينه راه طابلي، شوفوا ما شاء الله جا بزاف شباب. كما قالت وحده زدت له شويه محسنات بديعيه، هذاك المعدنوس من الفوق. كما قال الزوج قال لكم ما تزيدوش معدنوس كشي صرالك. هنا حبيت نسمعكم من القرمشه. القرمشه تاعها صدقوني، شوفوا تجي مقرمشه من برا وطريه لداخل، ويجي هذاك الحشو ماشي ناشف، يعني راوي وشباب، يعني يجي ما شاء الله بنا صدقوني ولا اروع، يعني غير جربوهم هادو. الشربه تاعي كطابت، قلت لكم جابها لي شويه فاخره، مي جات حمراء وجات ميدمه طايبه في دامها، جات ما شاء الله. كانوا بزاف اخوات المره اللي فاتت كامل قبل رمضان كي شاركت معكم الشربه، بزاف اللي جربوها وكتبوا لي يعطيكم الصحه، يعني كامل كتبوا لي باللي جربناها ودعاوا لي ويعطيك الصحه. انا ثاني نقول لكم يعطيكم الصحه اللي راكم دايرين ثقه في وصفاتي، بارك الله فيكم. حطيت الشريبه تاعي كما راكم تشوفوا، لا طابل ديجا راني حطيتها، كنت درت غير سلاطه خفيفه. وهنايا هذيك لاصوص كانت طابت ضربه واحده، جات مخلطه اون صوص بلونش خاتره، او ميم طون جا فيها هذاك ليدام تاع التشيدر وهذاك البولي طايب. دوك نحله معاكم وتشوفوا كيفاش طايب الداخل، ما شاء الله يعني يجيكم روعه. كملت حطيت زينت لاصيات نتاعي كما راكم تشوفوا، نزيد لها حتى هي شويه محسنات بديعيه. المعدنوس لازم يعجبني انا، ديجا كي نكون الماكله وناكلها في وسط الماكله يعجبني هكذاك جديد. هذه هي الطبق تاعنا كما راكم تشوفوا. وهنا هذه هي الطاوله تاعنا، حطيت هذاك البوراك، الدوزيام بلا حاجه خفيفه، سلطه. الخبز اليوم غير شرينا ما عجنش، شويه تميرات، قلت لكم صايب بدينا نعياو. الشربه كما راكم تشوفوا فيها داري هذاك المطلوع هذاك خبز الدار. دروك صايب مره على مره نوليو نعجزو ونديرو غير الخبز تاع، ونجيبو شويه مره على مره خبز تاع برا. واكيد قناه القران الكريم. وهنا حبيت نحل معكم، شوفوا كيفاش يجي طايب بطريقته، كيفاش قسمتها غير بالفرشيطه، يجي طايب ما شاء الله. وسورتو كي تغمسوه مع هذيك الكريمه السائله، يا سلام يجي بنه بنه صدقوني ما شاء الله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. امور الفطار، شعلت على هذيك البراس تاعي راكم تشوفوا فيها، قلت لكم انا من الناس اللي لازم القهوه مور الفطار. وقلب اللوز يعني كما شاركتها معكم المره اللي فاتت، الوصفه كنت شاركتها معكم، يجي ما شاء الله معسل الطريق ما شاء الله. تلقى في فيديو اخر، سلام.